في الدقهلية قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بزيارة عيادة التأمين الصحي بجديلة بمدينة المنصورة لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على العيادة، وذلك استمرارا لجولاته الميدانية اليوم لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين. تفقد المحافظ أقسام العيادة المختلفة والصيدلية واطمأن بنفسه على توافر الأدوية اللازمة للمرضى والمترددين حرصا على سلامتهم، موجها بضرورة استمرار متابعة توفير جميع أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة. خلال الزيارة التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات. تابع محافظ الدقهلية جولته بتفقد موقف السيارات بجديلة بالمنصورة للاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط. أكد أن سيارات النقل الجماعية تعمل على جميع خطوط المدينة لتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان. في المنوفية تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التشغيل التجريبي لمجزر شبين الكوم بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه، ومجزر جنزور الآلي بمدينة بركة السبع بتكلفة 29 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير المجازر. أشار المحافظ إلى أن المجازر تضم شبكات تغذية مياه وشبكة صرف صحي ونظام لمقاومة الحريق، وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل ونظام مراقبة بالكاميرات. وجه محافظ المنوفية مديرية الطب البيطري بالمتابعة المستمرة لآليات تشغيل المجازر وتحسين بيئة العمل بها وتوفير الإمكانيات والدعم اللازم لضمان كفاءة تشغيلها وتحسين الخدمات، مشددا على أهمية الدور الرقابي من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين. في دمياط قام اللواء طارق بحيري السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التشجير وزراعة النجيلة بشارع بورسعيد بمدينة رأس البر، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الرقعة الخضراء والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة. تم خلال الجولة التأكيد على أهمية استمرارية أعمال التشجير والتوسع في زراعة النجيلة والاهتمام بالأشجار لما له من دور في تحسين البيئة والمناخ العام وتحقيق جودة الحياة للمواطنين. إلى كفر الشيخ، حيث أعلن اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ الانتهاء بالكامل من أعمال إصلاح وصيانة خط طرد محطة الرفع الرئيسية بنطاق مركز بلطيم، وذلك لضمان استمرارية الخدمة، وذلك في إطار الحرص على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة بالمرافق الحيوية. جرى تنفيذ أعمال الإصلاح بالتعاون مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة فور حدوث الكسر، والعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بشكل طبيعي. أكد محافظ كفر الشيخ حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لأي أعطال طارئة في مرافق البنية التحتية، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية للحفاظ على كفاءة شبكات المياه الشرب والصرف الصحي وضمان تقديم خدمة مستقرة لأهالي المحافظة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل البرودة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة. وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات الليلة بيانها كالتالي: شبين الكوم 17 درجات، طنطا 17 درجة العظمى والصغرى 9 درجات، المنصورة 18 درجة 11 درجة، دمياط 18 13 درجة، كفر الشيخ العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات. انتهت نشرة الأخبار، نشكركم لطيب المتابعة، طاب مساؤكم في أمان الله.